شيخنا الكريم، إن رغبتم ختم هذا اللقاء المبارك بكلمة. كثير من الأسئلة دارت على الرفاهية وعلى رغد العيش. الحمد لله. وإني والله يعني كما أحس الألم أريد من إخواني أن ينتبهوا لهذه النعم. والله. فإن نعم الله جل وعلا لا تدوم لأحد إلا إذا قيدت بأطنابها. أتدري ما أطناب هذه النعم؟ إنه شكر الله. الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر. نعم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تدري ما الكفر؟ جحود هذه النعم والتعالي. ونحن في هذه النعم التي ما أدركها من هو خير منا، لا من آبائنا الأقربين ولا من آبائنا الأبعدين. أظنهم لو خرجوا من قبور ما رأوا ما نحن فيه لظنوا أننا في الجنة. الله المستعان. ما هو في الدنيا. نبينا عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، وأبو بكر وعمر وأبو هريرة يربطون حجرا حجرا، وهم خير منا. ونحن في زمننا يقصون بطونهم من الشبع ومن السمنة والتخمة. ولهذا هذه النعم إن لم تقيد بشكر الله وتوظيفها في طاعته وإلا فهي زوالة. وننظر حولنا كيف كانوا وكيف صاروا. توجت هذه النعم توجت لنا بهذا الأمن ولرغد العيش والصحة والمال. إن لم يكن معه أمن لا يفيد. ولهذا أشكر ربكم واحمدوه. ومن شكره أن تنظر إلى المساكين والمحاويج تتفقدها. الله.